مقطع مهود الحضارات السعودية للتعرف في بلدك أو أي بلد على الجذور والمعلومات المهمة في زمن توفر المعلومات المدعومة بالشرح والخرائط والأدوات، هذا بصورة غير مسبوقة في العالم. يعني تاريخ البشر في القرون الأخيرة بدأ البشر يجمعون مجموعة من الأدوات والمعلومات والخرائط ويتحدثون عنها في المتاحف. لذلك مهم ارتياد المتاحف والتركيز على المعلومات الواردة فيها، سواء كانت حقيقة أو أكاذيب أو مسروقات، كما في دول الغرب اللي سرق الكثير من آثار منطقتنا المنطقة العربية وعرضها بشكل صريح، وكان يسمي الأركان بأسمائها، مثل عندما يسرقون آثار العراق يذكرون ذلك على أساس أنها جلبت من العراق، سرقت من المنطقة. وجود هذا الكم من المتاحف في العالم يجب أن يكون مفيد لك ويكشف لك الحقيقة. يزعمون أن متحف في لندن بجامعة أكسفورد وآخر في سويسرا هي بدايات تأسيس متاحف العالم، وأنا أقول متاحفهم بعد سرقتهم مقدرات الدول، نعم صحيح عامرة بما سرقوه، لكن هذا لا يمنع أن التاريخ موجود فيها. حنا السعودية مثلا كنموذج مسلة تيماء موجودة عندهم، وأثناء التحدث والسرد والشرح صور خرائط مواقع المهود تعبر أمامكم. أي بلد يوجد فيها مهد البدايات يذهب علماء الآثار للتنقيب واكتشافها ثم الإعلان عنها. عندما حدث هذا في السعودية وجميع التفاصيل اللي بذكرها عن مهود حضارات السعودية صورتها ووثقتها، مصدرها علماء الآثار السعوديين، ومن يتحققون من مصداقيتهم من علماء العالم وينقلون عنهم في إصداراتهم. ومن أول بعثة تنقيب سعودية تم التوثيق في عدة كتب ومصادر معتمدة في الجامعات السعودية، ومحفوظ منها نسخ في المكتبات الكبرى مثل مكتبة الملك عبد العزيز، مكتبة الملك فهد، مكاتب الكليات في الجامعات. علماء السعودية المنقبين الأوائل عام 1999 للميلاد مفتتحين مع الملك سلمان بن عبد العزيز مركز الملك عبد العزيز التاريخي، وفيه مجموعة متاحف العملاق، منها هو المتحف الوطني، موثق فيه غالبية المعلومات المتعلقة بالمهود بالخرائط والمعثورات والصور، وأيضا المعلومات مكتوبة. المهود كالتالي مرتبة في المتحف: مهود الحضارات، وخاصة حضارة العبيد قبل وصول الهجرات السامية من قلب المنطقة اللي اليوم اسمها السعودية، خرجت منها الهجرات السامية إلى العراق، موجودة في الدمام والهفوف. حضارة العبيد في السعودية هي المهد الأول لحضارة العبيد، موجوداتها ومعثوراتها في الدمام والهفوف ونجد، لكن أنا أذكر الدمام والهفوف من مهود الحضارات السعودية في المنطقة الشرقية. مهود حضارات منطقة نجد 6 مناطق هي الأكثر منطقة نجد بين المهود. ال6 مناطق: الرياض وقلبها اليمامة، مراتع، العماليق، وطسم، وجديس. هذه هي القبائل التي انتقلت من مكة المكرمة ومنطقة الحجاز إلى منطقة نجد. وكما ذكرت في مقطع طسم، مراتع طسم وجديس والعماليق وبني حنيفة إنها في قلب الرياض والخرج. الخرج هي محافظة اليوم تنتمي لمدينة الرياض. ومن المهود في منطقة نجد المنطقة الوسطى التابعة لمدينة الرياض عنيزة وبريدة في القصيم، ومحافظة الدوادمي ومدينة حائل في الجنوب، أبها ونجران وجيزان. مهود الحضارات السعودية في المنطقة الغربية مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والعلا. مهود الحضارات السعودية في الشمال سكاكا وتيماء والجوف وتبوك.
وجميع مهود الحضارات وجدت فيها عشرات المواقع الدالة على العمق الحضاري لجزيرة العرب بحدود السعودية اليوم. وأظهر ذلك كيف كانت مصدراً للإشعاع الحضاري في العلوم واللغة والتجارة الدولية والهجرات السامية التي غذت المناطق المجاورة لجزيرة العرب، وهي أيضاً منجم تغذية المعارك والحروب باكتشاف الإبل والخيول والسيوف التي كان مهدها المملكة العربية السعودية. وحضارة المقر التي سبقت حضارة العبيد، لكن اكتشافها جاء متأخراً في عام 2009، بينما حضارة العبيد اكتشفت بشكل مبكر جداً قبل عقود. اكتشفها الدكتور عبد الله بن حسن. وباكتشاف حضارة المقر عرف مهد الخنجر وبعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالأسلحة، لكن أول خنجر في العالم ليس معدني أو نحاسي مصنوع من الحديد والمعادن، بل هو خنجر حجري. بالتالي يكون العرب والموجودين من أسلاف السعوديين في جزيرة العرب هم أول من غذى طرق الصيد والمعارك باكتشافه مقومات المعارك وركوب المراكيب واستئناسها واستخدامها لمصلحته، واستغرق ذلك مئات وآلاف السنين. الخرائط وصناديق المعثورات المجموعة من كل منطقة من مهود الحضارات السعودية التي قال عنها عميد الآثاريين السعوديين مؤسس علم الآثار الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأنصاري. يقول الدكتور عبد الرحمن الأنصاري: يوجد شواهد كثيرة لعصور ما قبل التاريخ في السعودية، ولو نظرت من نجران إلى اليمامة إلى الشمال في القصيم وسدير تجد كميات هائلة من بقايا العصور الحجرية. كان هناك إنسان يعيش حياة طيبة ومناسبة لظروف تلك العصور. المناطق الموجودة تجد الحياة كأنما الناس موجودين. من آلاف السنين عاش البشر في جزيرة العرب، وهذا عليه شواهد كثيرة. التصريح للدكتور موجود في نهاية المقطع، وهذه الخرائط وصناديق المعثورات المجموعة من كل منطقة في مهود الحضارات السعودية. أترككم مع ما قال عن المهود عميد الآثاريين السعوديين مؤسس علم الآثار في السعودية الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، ثم أشرح التفاصيل بمعلومات غنية عن كل مهد من المهود 18 وكل مرحلة زمنية من العصور الحجرية في المقالات والمقاطع التالية، وتجدونها في قائمة التشغيل تاريخ وحضارات السعودية. هذا عنوانها، تاريخ وحضارات السعودية، في قناتي على اليوتيوب أسماويات. أنا أسماء من الرياض، حياكم الله. وهذه عليها شواهد كثيرة لعصور ما قبل التاريخ في الجزيرة العربية. عندنا في منطقة دومة الجندل الجوف في موقع يعود إلى 1,000,000 وأكثر من 1,000,000 سنة. لو نظرت من نجران إلى اليمامة إلى أن تصل إلى الشمال في القصيم أو في ستير إلى أن تصل إلى الشمال الشرقي أو الشمال الغربي، تجد كميات هائلة من بقايا العصور الحجرية، مما يدل على أن الإنسان عاش في هذه المنطقة فترات طويلة في حقب متتالية. أيضا لو أخذت طائرة من المدينة إلى أن تصل إلى حقل عبر خيبر والمناطق الموجودة هذه، كأنما الحياة موجودة، كأنما الناس لا زالوا موجودين. كثرة البقايا المعمارية الموجودة للعصور والحقب الطويلة، مما يدل على أن آلاف السنين عاش البشر في هذه الجزيرة العربية، وهذه عليها شواهد كثيرة لعصور ما قبل التاريخ في الجزيرة العربية. إذن الجزيرة العربية فعلا كانت مهد حضارة الإنسان، وكان الإنسان يعيش في حياة طيبة مناسبة لظروف ذلك العصر.